عدنان الجاسم، عضو في حركة الشبيب الثوري. نحن شبيب الدير الزور ندين ونستنكر الهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا بالأسلحة الكيماوية والطائرات المسيرة لتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية وترويع الأهالي وتهجيرهم. نحن كشبيب نؤكد وقوفنا ودعمنا لقوات سوريا الديمقراطية، ونحن معهم في نفس الخندق، ولن نتخلى عن طموحاتنا وتحقيق مجتمع قائم على الديمقراطية وأخوة الشعوب. سنستمر في نشر فكر وفلسفة القائد عبد الله جلان وتوعية الشعوب على نهجه وتعاليمه، والنضال من أجل حرية القائد عبد الله جلان الجسدية، ودحر كل من يحاول تعدي على أرضنا وشعبنا، والنيل من كرامتنا وعزيمتنا. تحاول دولة الاحتلال التركي بشتى الوسائل تنفيذ مصالحها في مناطقنا، وأن التقارب بين حكومة دمشق والاحتلال التركي بوساطة روسية لا يصب أبدا في مصلحة الشعب السوري، بل يلبي مصالح القوى المهيمنة والرأسمالية ونهب ثروات الشعب. ونقدم جزيل الشكر للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر لموقفها برفض أي تهديد عسكري على مناطق سوريا، وندعو الدول العربية والمنظمات الإنسانية للوقوف مع شعبنا وإيقاف الاعتداءات التركية. اسلام العيسى، احنا كشبيبة حزب سوريا المستقبل نرفض الاعتداءات التركية التي قامت فيها على شعبنا في شمال وشرق سوريا وترويع الاهالي وضربهم في الطيارات المسيرة والاسلحة الكيماوية، واحنا مستمر في نضالنا ودعم قوات سوريا الديمقراطية ومعهم في نفس الخندق، وسوف ندحر الاحتلال التركي كما دحرنا التنظيمات الارهابية التي مرت على ارضنا، ومستمرون في توعية الشباب ونشر فكر القائد عبد الله جلان وتحقيق طموحات الشباب وتوفير فرص العمل لهم والاعتماد على الذات وابعادهم على الافكار المتطرفه والانحراف، وان الشبيبه هي طاقه المجتمع الاساسيه. ونرفض التقارب بين حكومه دمشق ودوله الاحتلال التركي، لان هذا التقارب لا يخدم مصلحه الشعب السوري بل يخدم مصالحهم الشخصيه والتي يريدون من خلالها نهب ثروات الشعب. ونطالب دول العالم والمنظمات الانسانيه بالوقوف مع شعوب شمال شرق سوريا. ونشكر جمهورية مصر والمملكة السعودية على موقفها الرافض لأي تهديدات عسكرية على مناطقنا في شمال وشرق سوريا.